والبعض قد فتح قلبه للاعبين، معجب بهم، يتمنى يلتقي بلاعب منهم حتى يصور وياه. بعض الشباب، واحد من الشباب مسافر من دولة من دول الخليج رايح إلى البرازيل حتى يتوفق يشوف رونالدو يصور وياه، وصور وياه يقول هذه أمنيتي الحمد لله. شنو هذا القلب؟ شنو هذا القلب؟ أسألك، ذول اللاعبين معظمهم، خلنا من لاعبي الدول الإسلامية، روح إلى الدول غير الإسلامية حتى لا واحد يتحسس، ذول اللاعبين عندهم التزام ديني؟ معظمهم، ما نقول كلهم حتى لا حد يتحسس، معظمهم عندهم التزام ديني. رونالدو غير رونالدو، هذول عندهم التزام ديني؟ أو ليس يشربون الخمر؟ أو ليس يفعلون الفواحش؟ أنت إنسان مؤمن، تدخل في قلبك واحد من أولياء الشيطان ومن أتباع الشيطان، وقاعد أمام الشاشة وكل حزيون، وإذا سجل هدف فقد وقاره. شوف يصفق ويصفر ويصرخ ويحتضن الشاشة ويقبل اللاعب، يضع شفتيه على الشاشة يقبل اللاعب. هذا إيمان؟ شنو هذا؟ ما أدري شنو هالإيمان، ما أدري. البعض يعتبر هالحكي تطرف، هذا مو تطرف، لأن بعضنا يعيش الغفلة واللهو، اعتبر هذا الحكي غريب وعجيب. شنو في كاس العالم شنو في يعني؟ شفت؟ واللي أعظم من هذا، يفتح قلب ولد الطفل اللي عمره 9 سنوات، يفتح قلبه لهؤلاء يعشون في قلبه، يروح السوق يفتر من دكان إلى دكان، من محل إلى محل، يبحث عن الفانلة التي تحمل لون هذا المنتخب المعجب به وشعار هذا المنتخب، وتحمل رقم هذا اللاعب المعجب به، ويشتريه إلى ابنه اللي عمره 9 سنوات و10 سنوات و11 سنة، يقول له هذه فانلة فلان اللاعب، بني أنت الآن فلان، ومن يجي يقول جاء فلان باسم اللاعب، ويخليه يعيش تلك اللحظات، هو فلان، يجيب له كرة ويقول له شوتها مثل فلان. هذه جريمة في حق هذا الطفل، جريمة في حق هذا الطفل. من صغر تخلي الشيطان وأولياء الشيطان يعشعشون في قلبه ويدخلون لقلبه. هذا القلب ملك لله تبارك وتعالى، لا تدخل فيه غير الله تبارك وتعالى. جريمة، لكن احنا ما نعتبرها جريمة، بل نعتبر هذا الحكي جريمة اللي اتكلم به، يعتبر هذا الحكي تطرف، لان قلب لاهي عن الله.